في الوقت الذي تزايدت فيه التوقعات باحتمال توجيه ضربات عسكرية للنظام السوري بعد الهجوم الكيميائي على الغوطة بريف دمشق الأسبوع الماضي، اعتبر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أنه من الممكن الرد على استخدام أسلحة كيميائية في سوريا بدون إجماع كامل في مجلس الأمن الدولي، لكنه رفض إطلاق تكهنات حول سبل التحرك التي يدرسها الغربيون. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن ردا غربيا سيحسم في الأيام المقبلة على استخدام نظام الأسد أسلحة كيميائية في سوريا، مؤكدا أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار. من جهتها أعلنت تركيا أنها مستعدة للانضمام إلى ائتلاف دولي ضد نظام الأسد ردا على الهجوم الكيميائي حتى في غياب إجماع في الأمم المتحدة، وفق ما أعلن الاثنين وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو.